بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا الكره التانية. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الصفقات واللعيبه اللي محتاجها كل فريق من الفرق المصريه قبل بدايه الموسم الجديد. هنتكلم عن الصفقات اللي محتاجها الاهلي او الزمالك او بيراميدز للموسم الجديد، كل فريق حسب احتياجاته. هنتكلم مع بعض في الفيديو عن كل النقاط، عن المراكز اللي محتاجها الفرق، المراكز فقط، مش هنتكلم عن اللعيبه في الفيديو ده، هنتكلم عن المراكز اللي محتاجها كل فريق. وان شاء الله في فيديو تاني هنتكلم بقى عن اللعيبه المتاحه في السوق، سوق الانتقالات المصري، ومين اللي يقدر يخلص فيه، هل امكانياته تناسب الفريق ده ولا لا. هنشوف ان شاء الله تعالى، بس هنبدا مع بعض المراكز والصفقات المتاحه والمطلوبه لكل فريق. اول فريق هنتكلم عنه النهارده هو نادي الزمالك. انا عندي وجهة نظر في الموضوع ان مفيش فريق يتكلم عن صفقات، عن لعيبه يخشوا النادي من غير ما يكون المدير الفني موجود وهو اللي يختار اللعيبه. فالمدير الفني الجديد لنادي الزمالك اللي هو فيريرا البلجيكي لسه يا دوب واصل. هنشوف يعني في كلامه مع الاداره وتظبيطاته مع الاداره هو محتاج مين، محتاج اللعيب يكون امكانياته ايه. فانا وجهة نظري اي فريق في الدنيا ما ينفعش يختار صفقات الا في وجود المدير الفني اللي يتعرض عليه الصفقات وهو اللي يحدد انا محتاج ده او مش محتاج ده. وبالنسبه بقى للعيبه اللي محتاجه نادي الزمالك، نادي الزمالك طبعا الموسم اللي فات كان محتاج لعيبه كتير جدا، ما عندوش تقريبا اي احتياطي خالص، ما كانش عنده امكانيه ان هو يختار في المتاح بسبب ايقاف القيد كذا مره نادي الزمالك، فكانش قادر ان هو يبرم صفقات او يجيب لعيبه، كان بيلعب بالمتاح. يعني مبدئيا الزمالك محتاج باك يمين يكون كويس، على الاقل يلعب مكان عمر جابر او يبدل مع عمر جابر، لان هو الزمالك ما فيهوش باك يمين الا عمر جابر. في اوقات كتيره عمر جابر ما بيقدمش المستوى المطلوب. فاول واحد الباك اليمين. تاني حاجه المدافعين، طبعا حسام عبد المجيد في كلام ان هو في احتراف لنادي الدنماركي او ما شابه، فلو خرج حسام عبد المجيد فالزمالك محتاج مدافعين. لان كمان الكلام اللي اتقال ان جون ادوارد انهى التعاقدات الاجنبيه كلها لنادي الزمالك ومنهم صلاح مصدق المدافع. اعتقد ان الزمالك هيحتاج مدافعين، يعني حد مع الونش وحد يكمل مدافع واثنين، مش هينفع واحد بس. فاعتقد ان الزمالك مع الباك اليمين محتاج مدافع. ناحيه الباك الشمال الزمالك فيها اثنين، فيها بنتايج وفيها احمد فتوح، فاعتقد لو حافظ على الاثنين فالزمالك مش محتاج حد في ناحيه الشمال دي خالص. في اثنين على مستوى عالي، لعيب بنتايج واحمد فتوح، الاثنين دوليين ومع منتخبات بلادهم. وفي نص الملعب الزمالك محتاج لعيب نص ملعب مدافع رقم 6 ولعيب رقم 8. محتاج فعلا لعيبه تقدر تنقل الفريق في الهجمه، تقدر تستخلص الكوره، تقدر تضغط على الفريق الخصم. فمحتاج فعلا نادي الزمالك اتنين في المكان دوت في 6 و8. الزمالك بيلعب من غير اجنحه تقريبا الموسم اللي فات باستثناء مصطفى شلبي، حتى اما حاول يوظف ناصر ماهر جناح كان اداؤه مش هو الانسب وحصل مشكله بسبب ان هو يلعب جناح. فاعتقد ان الزمالك محتاج اجنحه كتير، محتاج على الاقل في الناحيه اليمين والناحيه الشمال، جناح يلعب برجله الشمال، جناح يلعب برجله اليمين. محتاج واحد واثنين وثلاثه على اساس ان الفريق ده داخل على بطوله افريقيه كونفدراليه وداخل على الدوري والكاس، بينافس على كل البطولات. فمحتاج فعلا اجنحه على مستوى عالي في الهجوم. وطبعا بعد قرار انهاء التعاقدات مع اللعيبه الاجانب باستثناء بنتايج، فسيف الدين الجزيري اكيد هيخرج من نادي الزمالك، ده الكلام اللي اتقال. فاعتقد ان محتاج برضو مهاجم، محتاج مهاجم يكون شاب متحرك، بيعرف يسقط، بيعرف يتحرك ويبقى اضافه كبيره لنادي الزمالك. فالزمالك محتاج لعيبه كتير قوي، يعني احنا حسبناها كده مبدئيا في الفيديو ممكن يصل لست لعيبه 7 لعيبه. فالزمالك فعلا محتاج، بس انا اتمنى ان المدرب هو اللي يحدد احتياجاته بناء على اللي شافه من اللعيبه من التدريب، هو اللي يحدد احتياجاته. لسه فتره الانتقالات لسه قدامها وقت، يختار هو اللعيبه اللي هتنفذ خطته. تاني فريق هنتكلم عليه في الفيديو بتاعنا هو بيراميدز. بيراميدز السنه دي بعد ما فاز بالبطوله الافريقيه ونافس على الدوري لغايه اخر لقاء، فمعاه فريق كويس، معاه فريق متكامل، بس في نقاط حصلت بعد نهايه الموسم الكروي. ففي كلام ان يوريتش مش هيكمل مع الفريق. انا وجهه نظري هعيدها المره الثانيه، ان المدرب هو اهم واحد في منظومه اي فريق. لازم اختار المدرب الاول، مين اللي هيبقى معايا، مين اللي هينظم معايا الفريق، مين اللي هيبقى مسؤول عن الفريق، مين المسؤول عن الشغل مع الفريق الفتره اللي جايه. فهل فريق بيراميدز بعد خروج يوروتشيتش، الكلام اللي بيتقال عن احتماليه خروج يوروتشيتش، هل المدرب اللي هيجي هو مين؟ ده الاساس، يعني دي اهم صفقه لبيراميدز. المدرب اللي هيجي هو مين، المدرب اللي هيقود الفريق الفتره الجايه. طموحات الاداره واللاعبين والنادي بقت اعلى بعد الفوز بالبطوله الافريقيه، بقى التفكير دلوقتي بقى في بطوله الدوري، بقى المشاركه في كاس العالم للانديه الانتر كونتيننتال، التفكير بقى الطموح اعلى. فاعتقد ان هو محتاج يكون مدرب على مستوى الطموح الفتره اللي جايه.
في المقابل اللعيبه اللي محتاجها نادي بيراميدز، فهو محتاج على الاقل في خط الدفاع حد مدافع مع علي جبر اللي بقى سنه كبير، واعتقد ان هو ممكن يكون اخر موسم ليه، والسن الكبير برضه لاحمد سامي، فمحتاج ان هو يكون معاه مدافع تاني يلعب مع محمود مرعي في وجود اسامه جلال. بس اسامه جلال اصاباته كتير، فهل هيبقى في مدافع تاني مع نادي بيراميدز غير الموجودين الفتره اللي جايه؟ الباك اليمين محتاجين، لو الكلام اللي اتقال ان محمد الشيبي فيه عقود احتراف كتيره جايه له، فهل محمد الشيبي هيكمل ولا لا؟ ولو كمل محمد الشيبي محتاجين باك يمين برضو يكون بديل، يكون باك يمين قابل للتطور مع المدير الفني اللي هيكون موجود. في نص الملعب بيراميدز لا، مع نص ملعب كويس جدا لو حافظ عليه واستمر بيهم الفتره اللي جايه، فمش محتاج حد في نص الملعب. والاجنحه لو حافظ على ابراهيم عادل في وجود مصطفى فتحي ورمضان صبحي، اعتقد برضو مش هيحتاج حد من الاجنحه. هو محتاج المهاجم اللي برضه تاني مع فيستو مايلي في كلام كتير ان هو عاوز يمشي خلاص كده، هو عاوز يروح مكان تاني بافكار تانية بطموحات تانية. فلو خرج فيستو مايلي من بيراميدز محتاج مهاجم سوبر، لان فيستو مايلي كان نص هجوم بيراميدز معتمد على فيستو مايلي وعلى قوته وعلى انطلاقاته وعلى اهدافه. فالفتره اللي جايه هنشوف ان شاء الله مين المدير الفني لبيراميدز الجديد، هل الشيبي او فيستو مايلي هيخرجوا، مين اللي هيجي مكانهم؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه ان شاء الله. واخيرا النادي الاهلي الوحيد اللي بين الثلاثه الكبار اللي معاه المدير الفني، وهو اللي هيختار اللعيبه ولا هيعترض على اللعيبه ويوافق عليها وما يوافقش عليها. فاعتقد ان النادي الاهلي نص الملعب والهجوم بالاجنحه، اعتقد ان هو خلاص يعني اكتملت الصفقات الخاصه بالنادي الاهلي. المشكله بالنسبه للنادي الاهلي كلها هتبقى في الخط الخلفي، المدافعين، الباك اليمين الباك الشمال، حد اللي بديل لهاني يلعب يكون باك يمين سوبر، ناحيه الشمال حد يثبت كفاءه مكان كوكا او كريم الدبيس. وطبعا بعد خروج يحيى عطية الله اللي ما تفعلش عقد شرائه، الاهلي كده محتاج باك يمين وباك شمال، ومحتاج مدافع عاقل، مدافع كورته كويسه، مدافع بيقدر شرس في الالتحامات. على الاقل خالص البروفايل بتاع مدافع العاقل والشرس ما تبقاش موجوده في كل المدافعين، فممكن الاهلي يحتاج لنوعين من المدافعين، مدافع عاقل وبيلعب كرة بعقل وبهدوء، ومدافع شرس في الالتحامات وفي الضغط وفي الكرات المشتركه. فاعتقد ان على الاقل الاهلي محتاج 2 مدافعين غير الباك اليمين والباك الشمال، محتاج تقريبا يغير الخط كله تمام، ويكون اللي موجودين اذا كان ياسر ابراهيم او اشرف داري او احمد رمضان بيكهام بيكونوا للتغييرات وللروتيشن بالنسبه للعيبه اللي هتيجي. في نهايه الفيديو بتاعنا احب اقول لكم احنا اتكلمنا فقط على المراكز اللي محتاجها كل فريق، ما اتكلمناش على اللعيبه. ان شاء الله باذن الله تعالى الحلقه اللي جايه باذن الله هنتكلم عن اللعيبه، عن اللعيبه المتاحه في كل مكان، ومين اللي يقدر يفيد فريقه في خطه اللعب. فان شاء الله باذن الله ننتظركم الحلقه الجايه باذن الله تعالى عن الصفقات بالاسماء المتاحه للانتقال للاهلي والزمالك وبيراميدز. وانتظر ان شاء الله تعالى ارائكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا شير ولايك للحلقه، واشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.